الشيخ رضوان بن عبد السلام يعلق بقوة على عبارة مثيرة في أغنية مسلم الجديدة: رد البال أخاي محمد. أثارت أغنية جديدة للفنان المغربي مسلم موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عبارة وردت في أحد مقاطعها تقول: موسيقتي تتمزق الملائكة وحتى الشياطين. هذه الجملة القصيرة كانت كفيلة بإشعال نقاش واسع حول حرية التعبير الفني وحدود التناول الرمزي للمقدسات في الأغنية المغربية المعاصرة. الشيخ رضوان بن عبد السلام، المعروف بتدخلاته الجريئة ومتابعيه الكثر على منصات التواصل، لم يتأخر في إبداء موقفه. وخلال تفاعله عبر خاصية أستوري على انستغرام، كشف عن علاقة صداقة قديمة تربطه بمسلم تعود إلى سنة 2006، مؤكدا أنها كانت قائمة على النصح والإرشاد. لكن الشيخ لم يخفي قلقه من التغير الذي طرأ على الفنان، واعتبر أن مخالطة بعض الأشخاص الذين يسيئون للدين صراحة في أغانيهم وفي حياتهم اليومية كان له أثر واضح على توجهه. ووصف عبارة مسلم بأنها انزياح خطير، مشددا على أن الملائكة لا تستدرج إلى هذا النوع من الكلام، مضيفا أن الزلات رغم كونها بشرية لا تبرر المساس بالمقدسات أو التطاول على الرموز الروحية. وبنبرة لا تخلو من المحبة والحرص، وجه الشيخ رسالة مباشرة إلى مسلم قال فيها: رد البال أخي محمد، راه الأمر خطير بزأف، معتبرا أن ما يحدث يعكس تحولات أعمق في الخطاب الفني الذي بات يلامس مناطق حساسة دون تقدير لعواقبها. هذا السجال، وإن كان سببه الظاهر مجرد عبارة في أغنية، إلا أنه يعيد إلى الواجهة التوتر الدائم بين حرية الإبداع وضوابط المقدس في سياق ثقافي مغربي يتأرجح بين الانفتاح والمحافظة.